في لحظة كده بتقف فيها قدام المراية وتبص لنفسك وتقول من جواك أنا عايز أبدأ، بس خايف تبدأ شغل جديد، خايف تدخل في علاقة، خايف تبدأ تمرين، أو خايف من أي بداية خطوة جديدة في حياتك. دايما البدايات بترعبنا، بس تعرفوا ليه؟ لأن أول خطوة دايما أنت بتواجه فيها كل حاجة جوه، الكسل، عدم الثقة، التجارب القديمة، كلام الناس، الصوت اللي جواك اللي بيقولك إنك إنسان فاشل، أو بلاش يقولك إنك إنسان فاشل، هيقولك أنت مش قدها، شوف اللي قبلك أصلا فشلوا، يعني أنت اللي هتيجي تنجح؟ فتتراجع وتسكت وتقول خلاص أنا مش هبدأ دلوقتي، هنأجلها شوية، وتروح قايم تشغل نفسك بأي حاجة تانية، أكل، نوم، تتفرج على التلفزيون. بس الحقيقة كل ده هروب، أنت بتهرب. المشكلة أصلا مش إنك خايف، لأن الخوف ده شيء طبيعي جدا وبيحصل لكل إنسان. المشكلة الحقيقية إنك بقيت صديق للخوف ده، قاعد جنبه وبتسمعه، مش رافضه، بالعكس أنت بتسمع له جدا وبتصدقه. فبتقعد تصدق وتقول أنا مش قد الحوار ده، أنا مش حلو جدا، أنا مش شديد، أنا مش هقدر، أنا لسه ما وصلتش للمرحلة إن ينفع أخد فيها الخطوة دي، أنا مش زي الناس اللي حواليا. هو أصلا من إمتى بقى الطبيعي إنك تمشي جنب الحيطة وتقول على نفسك إنك قليل؟ هو مين أصلا أقنعك ووصل لك فكرة إنك لازم تبقى مثالي عشان تبدأ أي خطوة جديدة؟ مفيش حد بيبدأ وهو جاهز. من الآخر كده أنت أصلا لو مثالي وجاهز وعندك كل حاجة في الحياة، أنت مش هتبدأ. أنت هتعمل إيه؟ حد زي اللي عايز يبدأ تمرين، استحالة توصل لمرحلة إن أنا وأنا في البيت فأنا تنين فأنا جاي التمرين. طب أنت هتيجي التمرين ليه؟ يعني أنت لو جاي لي التمرين مثالي ومعاك كل حاجة وشاطر جدا، أنت هتجيلي ليه أصلا؟ أنت محتاجني في إيه؟ يعني أنت جاي أصلا تتعلم إيه؟ فما حدش بيبدأ وهو جاهز. في ناس كتير قوي بدأت أي خطوة جديدة في حياتها وهم تايهين، ضعاف، مكسورين، بس المهم ان هم اتحدوا نفسهم وخوفهم وبدأوا، ومن اول خطوة لقوا نفسهم بيتغيروا. فاحنا مش محتاجين ننتصر في اول جولة، احنا محتاجين نتحرك، نكسر الجمود والكسل اللي فينا، محتاجين نقول كفاية خوف بقى، محتاجين نبدأ ولو بخطوة واحدة. ياما ناس ضيعت فرص كتير وخطوات كتير علشان بس خافت. فاوعى تستهين باول خطوة. اللي بيخس 20 كيلو بدأ باول خطوة اللي هي خس كيلو واحد، اللي نزل وبقى بطل بدأ بأول خطوة إن هو نزل اتمرن، اللي دخل في علاقة واتجوز الإنسان اللي هو بيحبها أو اتجوزت الإنسان اللي هي بتحبه بدأ برضو بأول خطوة وراح اتكلم. وكل مشروع كبير بدأ بخطوة واحدة اللي هي فكرة على ورقة. في النهاية خد بالك، الخوف مهم جدا عشان تقدر تنجو بحياتك، بس برضو الخوف ده أنت اللي لازم تتحكم فيه، ما ينفعش إن الخوف هو اللي يتحكم فيه. وما تنساش أنت لازم تتحدى خوفك عشان ده هو المفتاح الحقيقي للشجاعة. فاوعى تموت وانت لسه ما عشت، واوعى تفضل خايف من البداية لحد ما العمر نفسه يبقى هو النهاية.